ازاي تقنعي البراندات انها تشتغل معاكي UGC؟ هل انت محتاجه فولورز عشان تبداي اليو جي سي كونتنت؟ ده اللي اتكلمت عنه الحلقتين اللي فاتوا، وهفضل كل مره افكرك بيها عشان ما اخليش اي حاجه توقفك. انت دلوقتي قاعده بتفكري وبتقولي هبدا ازاي ومنين، وده بالضبط اللي كل واحده فينا قالته قبل ما تبدا. وعارفه ايه كمان؟ البراندات اللي بتدفع فلوس لليو جي سي ولا بيسالوا عن الفولورز ولا كمان بيسالوا عن الريتش، هما بيسالوا عن حاجه واحده بس، وده اللي هتكلم فيه النهارده معاكم. ليه الفولورز مش معيار؟ خليني اقولك على حاجه مهمه جدا، لان البراندات لما بتشتغل مع اليو جي سي كرييتور القصه بتبقى مختلفه خالص، وهو ان الفيديو مش بيتحط على الاكونت بتاعك، هو بياخد الفيديو وبيحطه في الاعلان عنده. يعني الجمهور بتاعك مش هو اللي هيشوف الاعلان، الفيديو بتاعك موجه للجمهور بتاعه. فايه اللي يفرق مع البراند في الحاله دي؟ وايه اللي بيحكم قراره ان يشتغل معاكي ولا لا؟ شوفي، هو الفيديو رقم 2، انما اللي رقم 1 هو البورتفوليو بتاعك. هل الفيديو بتاعك بيبان حقيقي؟ هل صوتك واضح؟ هل الاضاءة معقولة؟ هل انتي مقتنعة بالمنتج؟ وده طبعا بيظهر من خلال كلامك. لو فانتي مؤهلة انك تكوني يو جي سي كرييتور من دلوقتي. ان الفيديو يبان اصلي، يعني مش ظاهر انه اعلان متكلف، لا خالص، هي بنت حقيقية جربت منتج وبتتكلم عنه بكل صدق. ان الجودة مقبولة، يعني مش محتاج انه يبقى سينمائي، هو بس ان الصورة تكون واضحة والصوت يكون مسموع كويس. ان انتي تقدري تسلمي الفيديو في الوقت المتفق عليه. خلاص، مش محتاجة ان انتي تكوني نجمة او تكوني مشهورة او حتى خبيرة، محتاج بس انك تكوني واثقة من نفسك ومحتواكي يبان انه حقيقي. براندات في السوق الاماراتي دلوقتي بتشتغل بنظام البورتفوليو، يعني قبل ما بيدفعولك بيطلبوا ان هم يشوفوا شغلك، يعني سامبل لفيديوهات انتي عملتيهم قبل كده. وده اللي هيوصلنا للجزء العملي دلوقتي. ابني البورتفوليو بتاعك دلوقتي مش بعد الحلقة. عايزاكي تعملي حاجة واحدة بس، تروحي على موبايلك وافتحي الكاميرا. مش لازم خالص تكوني متجهزة، ومش لازم خالص تكوني مهيئة نفسك بأي حال من الأحوال، كمان مش لازم يكون عندك منتج جديد. خدي أي حاجة موجودة قدامك دلوقتي، كريم، قلم، نوت بوك، أي حاجة قدامك، وقولي عنها في 30 ثانية بس المنتج ده اسمه ايه وتجربتك معاه كانت ايه وتنصحينا بايه في 30 ثانية بس. ومش مطلوب منك خالص انك تنزليه على الاكونت بتاعك ولا حتى انك تعملي ليه مونتاج. كل اللي هتعمليه انك هتاخديه وتضيفيه عندك في فولدر في اللابتوب عندك وتسميه بورتفوليو، وده اول فيديو في البورتفوليو بتاعك. عايزاكي بقى كمان دلوقتي انك تشوفي الفيديو ده من وجهة نظر المشاهد. ايه رأيك فيه؟ هل عجبك؟ هل النسخة دي حلوة ان حد يشوفها غيرك؟ لو اجابتك فاعتمديه، لو اجابتك لا، حاسه ان هو مش قد كده، ارجعي عيديه تاني وتعلمي من اخطائك. مفيش اي مشكله خالص، كلنا بنتعلم، وعادي جدا انك ما تعرفيش تعمليه من اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره كمان. الشطاره انك تستمري مش انك تستسلمي. انت عارفه بقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ عايزه اقولك انك دلوقتي بداتي انك تكوني يو جي سي كرييتور. على فكره انت مش لازم خالص يجيلك اول عميل عشان تلقبي بكده، ولا حتى انك تعملي 10 فيديوهات. انت من اللحظه الاولى اللي مسكتي فيها موبايلك وصورتي فيها وقلتي رايك، فانت كده بقيتي يوزر جنريتد كونتنت كرييتور. طيب احنا دلوقتي خلاص عملنا الفيديو الاولاني، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ عايزاكي دلوقتي كمان انك تعملي من 3 ل 5 فيديوهات زي كده لمنتجات مختلفه عندك، بحيث يكون عندك مواضيع مختلفه. ولما اي براند يجي يسالك ايه البورتفوليو بتاعك، تقدري تبعتي البورتفوليو وانت كلك ثقه. عندك حاجه بقى تخص الاكل، حاجه للسكين كير، حاجه تخص الفاشن، يعني يكون عندك تنوع. وعلى فكره مش لازم ان الفيديوهات دي تكون مثاليه، اهم حاجه بس انها تكون حقيقيه. عايزه اقولك ان في الامارات دلوقتي بيهتموا جدا ان هم يشتغلوا مع اليو جي سي كرييتور، لان هم خلاص ما بقاش حد مهتم بالاعلانات الاحترافيه، لان حقيقي العملاء بقت تقف على الاعلان اللي بيحسوا فيه بالصدق، وان ده حد شبههم، وهو ده اللي انت بتعمليه حاليا. عايزه اقولك ان الخلاصه النهارده في جملتين، انك مش محتاجه فولورز عشان تبداي اليو جي سي كونتنت، كمان مش محتاجه اكتر من فيديو واحد حقيقي تبداي بيه، والفيديو ده انت عارفه تعمليه ازاي دلوقتي. فالبورتفوليو بتاعك
بدأ من اللحظة دي. لازم اشرح لك حاجة مهمة جدا قبل ما تبدأي تتكلمي او تتواصلي مع اي براند، وازاي كمان تختاري النيش بتاعك والشخصية المناسبة ليكي، عشان مش كل حاجة هتنفع مع كل كرييتور، ولا كل كرييتور تنفع مع كل براند، والاختيار الغلط في الاول هيكلفك وقت كبير جدا. كل ده هقولهولك في الحلقة الجاية.